العنبر ابراهيم القاسم هذا اللي شغله مو نظيف، اللي بالاتحاد الاسيوي ابو السعودي فيصل شغلكم مو بنظيف. خلنا لا بارك الله فيكم. خلنا بعطيك معلومه يا ابن الحلال. اصبر بعطيك معلومه. ابراهيم القاسم اللي سوى رحلات مكوكيه يوم الهلال ينسحب من اسيا، ما خلى كوالالمبور تقعد ولا ساعه، كل شوي هو طاير. تراه عضو بلجنه المسابقات بالاتحاد الاسيوي، هو هذا ابراهيم القاسم. فهمت؟ ولا شفناه يتدخل بالنصر، ولا شفنا كيف فزعته مع الانديه السعوديه اليوم. والمسحل مباراه 10:30 يخرب بيت ام الشغله. تبدا مباراه يوم السبت تنتهي يوم الاحد، اذا صارت ضربات جزاء واشواط اضافيه تنتهي الساعه 1:30 بالليل. تستهبل انت ابو خليفه. هلا ابو فريح. ترى اذا طلعت تيك تاك مايك والله لا تشوفني بضيافه شيبه خلاص بعد شوي. والله عاد انت ضميرك انت شريك، اذا شفته مايك تيك تاك تقدر تكتمه. احنا فاضيين له. ذبحنا والله. ليه متأهل تيك تاك؟ خلاص متأهل مع التنويرين الحين. لا يا شيخ الله العظيم. ابو عبد الله ختمت اروح الثامر وبعد ابو حاكم. اي ما عندي شيء، انتهيت. طيب ابو خليفه انا بستاذن عشان نعطي الاخوان فرصه، وقلنا اللي عندنا والله ما ودنا نجلس نكرر الكلام. واسفين يا سوبر اذا كان انا المقصود. يا جعل والله ما يقاطعني. ليه؟ عشان قال المؤدبين. لا يقول الناس اللي ما كانوا يقاطعون انا فعلا ترى كاثرين هرجلي. يا جعل والله يا ابو زياد، يا جعل والله ما يقاطعني الا انت. واجعل صوت لك يا ابو فريح، امزح معك والله يسعدكم ان شاء الله الليله ونفتح مساحه وننبسط باذن واحد احد. تمسوا على خير يا شباب. هلا حياك سلطان. تفضل سلطان رجع. هلا حياكم الله. الله يحييك ويبقيك. هلا وغلا. انا صراحه ماني متخوف الا من الحظ فقط. اتمنى حظنا يحضر بس ما يعثرنا زي دائما، واتمنى سيناريو في بالي ما يحضر ابدا. يا ولد انت بتلعب يا سلطان. لا مو بنت. لا الفريق التايلندي ممكن يخسر الاهلي منها. اعرف حظ الهلال انا. ترى التايلندي انا تابعت يا الربع ملخصات والله اعرف حظ الهلال قسما بالله. اذا غاب مستواه حضر حظه. يخرب بيته مستواه ضايع ويصيب كانسيلو وينهزم الاهلي ويقابل الفريق التايلندي. والله الكاس يقول له تعال ويجي جدول سهل تبقى انا زعيم. يخرب بيت ام الفريق. اعطني حظك واصير. خلنا بقول لك شيء سلطان. انا اتمنى انه يجي للنهائي والنصر يلعب على النهائي معه. اتمنى والله العظيم اتمنى. ترى اسهل من الاهلي والله اني اتمناه باسيا نهائي. والله شوفوا حلف لكم بالله اني اتمنى هذا الصغير الازيرق يقابل النصر العالمي على نهائي النخبه. وش رايكم؟ العام الماضي يتغنون بنهائي كاس الملك. يا اخي انا مطرود مني لاعب الدقيقه 57 حاشرك عند بابك وانت كامل لين الدقيقه 87. حظ الكوره ما تبي تدخل. انا اخاف الان اليوم الفريق التايلندي يفوز ثم يقابل الهلال، يا يفوز بسيناريو غبي، يا طرد من الاهلي، يا لاعب في الاهلي مؤثر يصاب، ثم فاز عليه الهلال ب5-6 ثم قال لنا زعيم، ثم جاك في النهائي. هذا اللي انا خليه يجي ان شاء الله والنصر متاهل للنهائي باذن الله. النصر يتاهل يا رب يا رب. وان شاء الله مو بيجي هو، يجي ان شاء الله هو ويخلطون معه اسيا كلهم. ابو خليفه من تحط رهانك عليها اليوم؟ على دوران. يا رب. انا ما احطه الا على بروز وتافيو. لا انا احطه على دوران اليوم. طيب ثامر تفضل. السلام عليكم. انت وش دخلك بالمباراه؟ انت ما عندك حفله اليوم؟ مساكم الله بالخير جميعا. ما رحت المغرب؟ عليكم متحدثين ومستمعين. لا المغرب مو الحين، شوي كذا. والله شوف يا شباب، انا للامانه متفائل جدا. اشوف الانديه اللي في شرق اسيا اشوفها كلها يعني ما هي مثل الانديه السعوديه للامانه. اتوقع اليوم ان شاء الله بنفوز 4 على الاقل 4. فريق ياباني مع احترامي له، المركز الاخير مدري قبل الاخير في الدوري الياباني. النصر يملك امكانيات كبيره، لعيبه محليين لعيبه اجانب. فباذن الله عندنا نبارك اليوم ان شاء الله البعض بالفوز والتاهل. وابي الهلال في النهائي صراحه. انا ابي الهلال في النهائي مثل ما طلعونا من اسيا. باذن الله ناخذ البطوله منهم يا رب.
وهذا اللي بغيت اقوله. وواضح هم انه طلعوك متوتر. ناسي ولا كملوا، جاء العين ما حطهم، فهمت؟ مو بذي، لا اللي قبله طلعوك اللي ناسي قبله. واخذ البطوله صح. إيه. فباذن الله نرد هالسنه ان شاء الله يا رب. صح. يعطيك العافيه على ابو رؤوسهم خليفه. ناخذ البطوله من فوق ظهورهم ان شاء الله يا باذن رب. الله باذن الله. ابو حاكم يا عيال بيطلع اطلق سيناريو يا عيال، نتاهل للنهائي ونقابلهم يلعن ام يا حسام. تتغير القوانين. وش تبيهم خليه يقرأ تصير محطهم بالدوري، اعطيت الاتحاد فرصه وتصير محطهم باسيا يلعن وراكلهم الاتحاد من كاس الملك، ومحطهم الاهلي بملعب موضي، ومحط كل فريق جاء ومحط فيهم، يخرب بيتهم ذولا ولين الحين عايشين. تفضل ابو حاكم. ابا حاكم عيال، ابو حاكم اذا ناديتوا له المايك ما يرد، لازم يقاطع ما ينبسط هو. جنتل ارحب مليون. الله يبقيك. السلام عليكم هلا ورحمة وغلا. الله وبركاته. الله عليكم يحييك أبو السلام. خليفة، ويحيي جميع الموجودين شركاء متحدثين ومستمعين. ما بطيل يعني على المختصر على السريع. طبعا اليوم أنا أكد برضو على كلام يمكن الأخوان اللي سبقوني يعني أسهبوا في الموضوع وذكروا كل شيء. الأهم اليوم أنه الجماهير لا تستكين في الملعب، صوت وتشجيع ولا توقف. شفت اللي يقول اشرب دي وقوي قلبك، لا توقف. الشاهد في الموضوع اللي انا ابغى اقول انه اليوم ما راح يجيبها الا الحماس والروح زي ما تفضل اخوي اخوي العنبر. فبالتالي والدعوات غير كذا بيقول لي ما نبغى نقول يعني ختاريزه، لكن ما راح يجيبها على ما قالوا الا الصمله يرجع. هذا اللي عندي وسلامة رؤوسكم ورؤوس المستمعين. سؤال بس شخصي كذا لأخوي سوبر أعزه وأحترمه. ما أدري هل أنا قد سبق عهد مني أني تجاوزت عليه حاشا لله، أو أني مثلا أسأت له أو شيء، لأنه فصلته البارح في واحدة من المساحات ما حبيته منها بنوب الغلاح بس، ولا أنا بيني وبين شيء أحترمه وأقدر. السلام عليكم. عليكم السلام. لا البارح المساحه انا قلت الله يعلم المساحات، طلعت ما قدرت اقول لي كلمتين على بعض. ركض بي خالد وبعده صارت كلها تقاطعات، كل ما جيت بقول كلمه صار في تقاطع، فهجت وهجيت وطلعت من تويتر. كلكم اخوان اعزاء والله، جنتل انت ولا سواء خالد تكتاك ولا مشاري حبيبنا ولا ابو فيصل، حتى نواف عنزي اليوم، حتى عبد الرحمن موسى وابو زياد، يعني ما عدنا منهم الا الجميل. والامانه اليوم صاروا يقاطعون بعد، ما ادري ايش فيكم، مش منطق اللي قاعد يصير، مش منطق. اتمنى تدخل من اعلى السلطات في الفيفا وضبط المسافات. اقول لك ليش يا اخوي سوبر؟ ترى الجو اليومين هذه مع دخول موسم النخبه هذا اقسم بالله العظيم يمكن لان سقف الطموح عند جماهير النصر بالنسبه لها البطوله عالي، فتوقع لا متوقع. يعني انا وجهه نظري يا رجل، يعني الكل وده يعني يقول اللي في خاطره من سقف الطموح اللي موجود عنده. ف يعني يمكن انا واحد برضو ما اعفي نفسي من هالشيء. امس برضو يعني حتى اخوي خالد ترى والله احترمه واقدره، انا ما بيني وبينه شيء ترى اقسم بالله. يمكن حتى ما قد تكلمت معاه يعني في مساحه معينه اخذ وعطاء، وكنت من احب الناس اللي اني ادخل مساحاته. هجبنا لكن البارح امس والله هجبنا امس، ويعني تخيل يمكن خان انا في قرارة نفسي اليوم والله العظيم بعد ما امس طلعت. ترى على فكره انا طلعت بعدك على طول من المساحه، ما ادري يمكن اذا رجعت انت مخفي او لا، لكن والله على طول بعد ما طلعت انت انا سلمت المايك وطلعت، لاني خلاص ما عاد ابغى اقول شيء. الشيء الثاني انه امس لما حتى جلست بعد ما طلعت من المساحه وقلت يعني خالد ما عارف يعني لا يمكن احد انه يشكك في نصراويته، لا يمكن وما يشكك فيها الا جاحد. شوف غايب ما حاضر. لا والله بالنسبه لي امس والله موضع شبه النصراوي. لكن بقول لك على شيء اخوي سوبر وانا اخوك، انه جلست التمس له العذر، اقول له خانه التعبير
وفي نفس الوقت في المقابل ردة فعلي انا يمكن اكون انا والله كنت مخفي والله جالس اسمع، لكن لما سمعت الكلمه منه والله ما قدرت، حتى دخلت على ابو بتال، دخلت على نواف الظاهر راقد في المساحه ما رد علي، اطلب مايك وما قصر ظاهر ابو بتال او يمكن اخوي ابو مبارك اعطاني مايك، ولكن ما مسكت نفسي. انا هنا التمس لنا كلنا العذر. سقف الطموح في هالبطوله عالي جدا جدا جدا، والعشم اكبر لانها 3 مباريات، فما راح يجيبها الا في صبر يا رجال. اليوم يا حبيبي انت جنت اليوم تخيل نهائي الكاس بين ريال مدريد وبرشلونه والمملكه العربيه السعوديه كلها تتكلم على مباراه النصر، فهمت؟ يقول لك احتمال ينسحب مدريد بعد. والله صحيح صحيح سوبر ولا يونس ابو خليفه، صحيح اتفق معك جدا 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 يا رجل. النصر شاغل الدنيا، مال الدنيا وشاغل الناس يا حبيبي النصر. اي والله العظيم اليوم بوت مدريد وبرشلونه لا واحداث فيها. مدريد امس ما حضر المؤتمر، يقول لكم ما حضر العشاء ورافض الحكم واحتمال والغى التمارين امس، واحتمال ينسحب، وهذول قاعدين يسولفون بالنصر. يا رجل رساله الى ازيرق الرياض مدلل اللجان وبدفيتر ازرق محمد العبد الله. انا ما قلت محمد العبد الله يتمنى فوز النصر، قلت يقول النصر بيفوز 5. الدبابه اللي جاك مكينته مخبطه، ودوا للعطاوي خلوا يوظبه. يسمع غلط. اسمع تدري امس انه قناه ريال مدريد او قبل امس وقبل يومين تقريبا نزلت تقرير عن الحكام حقين المباراه، وبعد ردت السلام عليكم على قناه ريال مدريد. ما قلت لك يا ابو فراح يحب يقاطع ابو حاكم؟ يا والله ما ينعرف لكم انت يعني مو بليسك لي ساعه صوت لك والله ما ادري قلت ادريت والله انكم ناديتي ولا. طيب يا ابو خليفه افضلت ولا يهون اخواني ابو حاكم، اعتذر على مقاطعتك والجميع الموجودين، انزل من المايك واعطي مجال مساحه لباقي الاخوان. يا حبيبي مساحك الله يسعدك يسعد الوجه، ولا تدخل مخفي، ادخل كذا خليك دائما على المايك ناشف. طيب جاء دوري الحين ابو خليفه؟ لا ما نبيك تهرج. عين خير يا رجال. تفضل ابو حاكم. اول شيء اقول مبروك مبكرا، وتوقعاتي اليوم ان شاء الله ايش تقول؟ هاتريك رونالدو وهارد لك يوكاهاما باختصار يعني. ابو فرح فهمت شيء من دخلة ابو حاكم؟ وشو؟ واضح مشخصن مع ابو حاكم ابو خليفه، يبارك ويعني فهمتوا شيء من مداخلته يا عيال؟ اي المباراة مضمونة ويبارك. يعني يقول مبروك. انا اقول له ايش تقول من اليوم؟ ما سمعته والله. انا اقول مبروك للنصر من الان مبكرا يا رجال. ها؟ وغير هالكلام؟ غير هالكلام اقول لك ابدا استعداداتك من الان، ما بعد مباراة يوكاهاما هي الاصعب. ابو حاكم نبيك تقول لنا مبروك على البطولة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله البطولة، بس على قولتهم نعطي كل مباراة حقها. الحين احنا فهمنا ابو حاكم، بس مفاتيحك واجد يا ابو حاكم. ها؟ مفاتيحك واجد. انت ابو حاكم بس تقول على قولتهم، هم منهم اللي قال هو من النوع اللي يحك ذانه بالمفاتيح يا عبد الرحمن موسى. ابو خليفه ابو حاكم يطول العمر من نوعيه اللي يخلي يسار الاشاره 3 ساعات، والسبب الله يحفظه مطفي السياره ويحك اذنه بالمفتاح. لا عارف اصبر دخلت حاكم يخرب بيتك. مفاتيح عشة وش ذا اللي معك؟ مفاتيح البيت والمزرعه ومفاتيح الدنيا كلها. يا ولد انت من جدك حط مفاتيح الدنيا هذه كلها بس درج السياره وخل مفتاح بس واحد معك. يا رب عقبال ما مفتاح الجنه. مفتاح الجنه والله دعوه. مفتاح الجنه بعد حاسده وش وليه لا مفتاح يعلقونه يا ابو حاكم؟ ان شاء الله هي عند الله عز وجل. يا شيخ راح مع الحوثيين. صح؟ وش اللي تبي مفتاح الجنه؟ انت خبر تقاوبات عند الله. انت غبي انت. تقاوبات لبس له عمامي يوزع مفاتيح والجنه بحاي. الله يستر من هو ذا يا ابو فهد. لا يعني ندخل بتوفيق من الله يعني هو قصدي. الله يوفقك يا ابو حازم. ها؟
اقول ابو خليفه برحمه من الله يا ابو حاكم ان ان شاء شاء الله الله الجميع. كلنا تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. لا ابو بس موسى بيقول لي كم حاجه. شفتوا لاعب يوكوهاما ليساندرو لوبيز المهاجم؟ والله ابو فرح يوكوهاما منزل بوست يتحدى، يقول لك يتوعد مباراه النصر. يا رجل خليه يتحدى يا رجل. هو والله عندهم والجار. ليساندرو لوبيز يا رجال، المهاجم رقم 10 اقسم بالله يا هو فضاخ يا ابو خليفه، الله يستر منه. لا ما عليك، سميكان اليوم بيسويها. والله يقهر يا ولد. مباراه الهلال البارح يا ولد، في واحد يقول لي وراك خايف، والله العظيم ما بخايف من النصر. انا يا ناس شوفوا بقول لكم شيء، انا خايف زي ما قالوا الشباب قبل شوي، يعني بعض اللعيبه يطلع مو مستوى، يطلع مو بيوم. يا رجل والله انكم معطينا الدعوه اكبر من حجمه، والله معطينا اكبر. والله انا واثق بالنصر وواثق بالفريق، بس اذا ما طلعوا اللعيبه اليوم بيومهم زين بوقفتكم يا جمهور النصر بالمدرج تحرقون الملعب وتدعمون يا هذا عز الله انك قلت كلام سليم من ناحيه أقسم الجمهور. اي بالله والله الجمهور دورك. اليوم اذا ما وقفتم بعد الله سبحانه وتعالى مع فهد الحسين، فانا اقول لكم صراحه كل التعب اللي تعبتوه الفتره اللي راحت ولا شيء بمباراه اليوم. لازم اليوم الجمهور اللي بيحضر الملعب اليوم يولع الملعب حريق. تكتاك انت بجده، لا القاك قاعد بمنصه وفطاير وحط رجل على رجل، راح مع الرابطه وفكنا. احمد تفضل. هلا ابو خليفه، احييك واحيي جميع النصراويين. هلا ابو خليفه والله انا اشوف ان ما فيه مباراه سهله بعالم كره القدم، ما في مباراه صعبه. انت قادر، اي فريق بالعالم قادر انه يصعب مباراه عليه وقادر انه يخليها سهله مثل ما سوى الهلال امس. ابو خليفه ترى فريق يوكوهاما نفس اسلوب نادي القادسيه اللي فاز علينا قبل اسبوع. ففريق متكتل يضيق المساحه، يلعب باثنين مهاجمين. المهاجمين هذول ابو خليفه مهاجم القادسيه جوليان المكسيكي واوباميانج، ترى نفس اسلوب يوكوهاما. ترى جوليان ايش سوى بسيميكانو لابورت؟ ينزل وسط الملعب ويسحبهم معه، وفرغ المساحه الاوب. شفنا دفاع النصر ضايع جدا ومساحات فاضيه بشكل كبير جدا. ترى اسلوب يوكوهاما نفس الاسلوب هذا، يلعب مهاجمين مثل ما قال اخوي سوبر لوبيز اندرسون، ترى برازيلي وهذا هداف، ترى هداف البطوله مع سان اللي لعب ضد الهلال امس. والثاني عندهم الياباني رقم 14 هذا اسمه اساهي. هذا لاعب صندوق بشكل مو طبيعي، ترى يعني لاعب يعرف يسحب المدافع، يعني نفس ما قام به جوليان ضد سيميكان راح نشوف الرقم 14 هذا راح يسحب سيميكان وسط الملعب. فعشان كذا يعني لابورت وسيميكان اذا نزلوا وسط الملعب انا اشوف راح تكون مساحات كبيره يعني بدفاع النصر. ولوبيز هذا الهداف بشكل مو طبيعي. يعني انا تابعت كذا ملخص اليوكوهاما، لاعب داخل الصندوق مستحيل يضيعه، برازيلي واشتف، يعني هذا سوبر ستار. وعندهم الجناح الماتياس هذا اللعيب اشتف بعد. فوالله الخوف اليوم يا ابو خليفه، ولا يهونون الاخوان. يعني عندك باشل يعني لازم يكون يعني صاحي لازم باشل ولابورتو سيميكان، يعني خروجهم لوسط الملعب ونظام باشل يعني الاوت، يعني تسوي نفس ما صار قدام القادسيه، تلعب شعارك والتسريح، وهذا اليوم ما نبي اليوم نبي لعب مرجله. يعني اليوم يعني دفاع النصر اذا نزل وسط الملعب والله يا ابو خليفه راح تصعب علينا المباراه، حتى لو كان الفريق الياباني مركز الاخير بالدوري الياباني. فاليوم الحمل كبير يعني على لعيبه النصر، في خبرات مثل كريستيانو رونالدو، عندك بروزوفيتش ودوران. يعني اليوم يعني هي 3 مباريات النخبه، يعني انت يا دوران جايبينك بمبلغ وقدره. فاذا انت يا دوران اليوم اذا ما تسجل لي وتجيب لي بطوله النخبه، انا من وجهه نظري يعني اشوف انها صفقه يعني ما هي ناجحه. ف ونرجع ونقول يعني ما في مباراه سهله ولا في مباراه صعبه. انت قادر انك تخلي مباراه اليوم اسهل من مباراه الهلال امس، وقادر انك تسجل، وانت كريستيانو قادر انك تسجل وتصير هداف البطوله. ف متى ما كانت في روح واللعب للشعار، وتحديدا يا ابو خليفه والله اللاعب السعودي بالنصر خذلنا كثير. يعني اللاعب السعودي يعني لو نرجع للسنوات الاخيره اكثر لاعب دعم
من اللعيبه السعوديين هم لعيبه نادي النصر. اكثر جمهور وقف مع اللاعب السعودي هو جمهور نادي النصر، وبذلك خذلان كبير في النهائيات. ويعني وما ابي ارجع ورا واقول لك كاس الملك وفي ناس خافت انها تشوت بلنتيات نبي اليوم اللاعب اللي يكون داخل الملعب يلعب لاجل شعار نادي النصر، ويلعب من اجل هذا الجمهور الوفي. يعني والله احنا كجماهير نادي النصر يعني ما اتوقع في نادي في جمهور يعشق نادي مثل عشقنا لنادي النصر. يعني فاللاعب اللي يكون داخل الملعب، خلونا من التكتيك، انا عندي قناعه تامه وقلتها عند اخوي ابو فيصل نواف العنزي، انا قلتها وارجع اقولها، بيولي مستحيل يتخلى عن 4-4-2. هذه لا يمكن، خلاص هذه اسلوب وتكتيك. هذه مباراه لعيبه وجمهور. الجمهور ان شاء الله كلنا نعلم ان جمهور نادي النصر اكثر جمهور يشجع ويهتف، واكثر جمهور عاشق. فانت اللاعب اذا كنت داخل الملعب يا اخي استرجل باختصار، استرجل العب من اجل هالشعار اللي انت حاطه على صدرك. والله يا 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 بعض الجماهير انه يتمنى انه يكون لاعب داخل الملعب ويتمنى انه يخدم هذا الكيان العظيم. فيعني صراحه اللاعب المحلي بنادي النصر اليوم الثلاث مباريات هذه اليوم ان شاء الله باذن الله يفوز النصر، والمباراه الجايه الاربعاء والنهائي السبت. مهما كان الخصم انت قادر تخليها مباراه سهله، وانت قادر تخليها مباراه صعبه. الروح والله يا ابو خليفه راح تغير، يعني تخلي البطوله، يعني تخلينا احنا كجماهير نادي النصر نختم موسمنا اللي عانينا به من بدايه الموسم بطوله مثل النخبه. انا اتوقع انها يعني راح يكون موسم اسطوري لكل الجماهير. هذه مداخلتي يا ابو خليفه، وشاكر لك على اتاحه الفرصه، والله يوفق نصرنا باذن الله. وترتنا يا احمد والله وش جاكم انتم اليوم؟ كمية نقد من وراء التريلات، كمية خوف من وراء التريلات. ايش فلاكم انتم؟ ترونا يوكاهاما، انتم حسستون انه مدريد اللي بنلعب معه. ابو حاكم، هلا انت ما انت بخايف يعني من المباراه؟ لا ورب البيت كفو لا ورب دندون البيت، انا قايل لك قلت لك مباراة القادسية هي الاصعب. ترى يوكاهاما سهلة عليك، ما بعد يوكاهاما انا اقول لك هي الاصعب. لا نستهتر بالفريق الاخرى، لا نستهتر. معليش ابو حاكم بالله، سيدني فريق كرة قدم، هذا هو بطل اسيا. ما هي قصة العين يا رجال. يا رجل انت تدري انت القيمة السوقية اللي عندك وش انت مستهين احمد يا اخي العين طلعك بالقيمة السوقية اللي عندك. احمد انت والهلال صح يا ابو حاكم؟ صح، عندك رونالدو، عندك طيب العين مو فاز علينا وفاز على الهلال ابو حاكم. عندك ماني، بس ابو حاكم اسمعني، عندك يا ابو خليفة، عندك واجد. يا عيال ما يسمع ابو حاكم، يرسل ما يستقبل. تسمعنا ابو حاكم؟ ابو حاكم تسمعنا؟ اي اسمعك. عندي لك طيب سؤال. ابو حاكم العين ما طلعنا الموسم الماضي. لا تروح للعين، لا تروح للعين ابو خليفة، بس لان العين يعني عنده نجوم. بس ابو حاكم مباراة لا مباراة العين النصر بس اسمعني الان، اترك العين. مباراة العروبة لو بنلعب مع العروبة ما تتوقعها بنسبة 99% للنصر؟ وشو مباراة مع العروبة الموسى انت بتقنع ان النصر اللي بالنخبة هو النصر بالدوري؟ بغض النظر انا ما اتكلم انه نفس، احنا عشمنا ارواحنا لحظة ابو حاكم يقاتل على الدوري وهو ابو حاكم اترك التعشيم. اسمع ابو حاكم، انا اتكلم عن العروبة كفريق. انت الان بتلعب معه، كم تعطي نسبة الفوز للنصر؟ 50 مع العروبة. ايه مع العروبة عنده منظومة، وانت شفت ايش قاعد يسوي مع الأندية الثانية. يا عبد الرحمن عموما شوف يا ابو حاكم، انا ابغى اوصل الفكرة، في كرة القدم ما في شيء مضمون يا ابو حاكم. والامثلة كثيرة، الامثلة كثيرة يعني لو بنعدد بنتعب. معك يا الموسى، انا ما اقول لك لا، بس انا اقول لك واضح منطلق فريقنا من الاساس من زمان النخبة الآسيوية، بس حنا عشمنا ارواحنا قلنا انه الدوري والنخبة كانت مؤشرات الفريق والإدارة، واي واحد عمل بالنصر وراح الكل مؤشراته يبي النخبة مثل الاهلي، بس الاهلي اعلن صريحة حنا لا.
طيب شباب، دعواتكم لحبيبنا احمد بن ناصر بالشفاء العاجل، الله يقومه بالصحه والعافيه يا رب، وجعل ما اصابه طهورا ونورا. هو ايش فيه ابو خليفه؟ هو امين. لا ما ادري، ابو الرجال خليفه. طيب بالمستشفى ابو وما ادري، خليفه خلنا اسمع. ابو خليفه الله حدي يشفيه نظر. الله يشفيه. بس ابو خليفه تمام. في واحده من الاخوات مرسله لي ومرسله لايمن، عندها فاتوره كهرب 500 وشوي، لها يمكن 3 ايام، اللي يقدر يسدد الله يبيض وجهه. تواصلوا مع نواف يا عيال، اللي بيسدد الفاتوره 500 ريال اللي يقدر يسدد. او ايمن. طيب ابو خليفه اتفضل. ابو خليفه دقيقه بالله، وش فيه احد بن ناصر؟ يا اخي قلت لك والله ما ادري، الرجل مغذي التغريده تعبان بالمستشفى. الرجال تعبان يبي منك شفاء، ما يبيك تشرف على حالته الطبيه. مش منطقي. حدي نظر. تفضل. طيب مساك الله خير ابو خليفه. هلا والله. سؤالي بس توقيت المباراه صراحه يعني تخيل يعني الساعه 10 والله من الصبح احنا من الصبح يا رجل، من اسبوع احنا نتكلم عن توقيت المباراه. والله توقيت المباراه عادي. والله توقيت سيء ابو خليفه. تخيل مثلا لو مثلا المباراه وصلت شوط اضافيه ما تخلص الا الساعه 2. تخيل يعني توقيت خطا، يعني المفروض حاطينها، يعني المفروض حاطينها نفس توقيت مباراه الاهلي يعني عادي، وش المشكله يعني؟ لا هي مباراة مثلا تحديد مراكز ولا هي مباراة يعني الدوري كذا، يعني المفروض حاطينها نفس توقيت الساعة 10 أو الساعة 9، يعني بكير شوي، يعني الناس وراها دوامات وراها مدارس. للأسف صراحة اللي حط توقيت صراحة توقيت سيء جدا. 10:30 يعني ما أدري الاتحاد آسف صراحة، اتحاد تعبان. المباراة صراحة أنا أقول لك لما أبو حاكم يعني النصر يعني احنا ليش متخوفين؟ يوكوهاما فريق عادي جدا، ما بذاك الفريق اللي تخاف منه وزي كذا يعني. فأنا أقول لك الشباب النصر متأهل والسد أتوقع السد والنصر يلعبون ربع النهائي. الفرق الكورية واليابانية كلها تعبانة أصلا، جاي هنا بالسياحة بس، ما هو ذاك الفريق اللي بيلعب مع السد وش هو؟ كوري؟ لا كوازاكي ياباني. كوازاكي الياباني. اللي يطلع السد غثيث يا ولد. ما اتوقع ابو فيصل صراحه، ما اتوقع السد اقوى ترى من اقوى من نواف بعد اذنك حد نظر. شوف بقول لك حاجه نواف، ترى ما في فريق غثيث وما في فريق، والله العظيم كل فريق انت بتقابله لازم تاخذه على حده. كل فريق يا ولد انت تبغى تصير بطل لازم انك انت كل الفرق تقابله تفوز عليها. علشان كذا انا اقول يعني في بعض الاستهانه، تستهين من مثلا نادي مثلا تقول هذا اقل منه ولا هذا. الهلال ما حطناه 3، العروبه ما حطنا كم. هي انا بس على عقليه اللاعب وتحضيرهم الذهني للمباريات، انه هذه يعني بالنسبه لجمهور نادي النصر هي حياه وموت، قدموا كل ما تقدرون. فانا ترى حتى فريق بوريرام هذا التايلندي اللي بيلعب مع الاهلي، قسم بالله انه شفتوا ملخصات يا ولد فريق والله محترم. نفس الحكايه يوكوهاما وكوازاكي، كلنا نعرف انه الفرق اليابانيه ترى اعلى تنظيم برا الملعب، صعبين حيل الفرق اليابانيه. ترى افضل يا السوبر، ترى افضل من الفريق الكوري. ترى فريق تعبان، الكوري ترى تعبان، حتى منتخبهم تعبان يا اخي. تخيل منتخبهم يفوز عليه منتخب الارجنتين ذهاب واياب. يعني الكورة اليابانية أقوى من الكورة الكورية صراحة. لا منتخبهم ولا أنديتهم عندهم تنظيم، عندهم حتى لو ما عندهم كلام بس عندهم تنظيم. اللي أمس شفناه مباراة فريق متهالك، فريق صراحة حوارية. الله يبارك وجهك. الله يكثر خيرك يا الله يكثر خيرك. بس انا والله اني انا استغرب يا اخي، حتى اعضاء اللجنه العموميه بنادي النصر ادخلوا ما لهم ترحيب معين، لا منهم مضيف. سوبر تم مشروع 505. انت متخوف انت من الياباني انت الحين؟ والله انا بالنسبه لي كره القدم اعرف اذا صفر الحكم 11 لاعب ضد 11 لاعب. انا بالنخبه 2021 تقول تضامن انا اقول لك يفوز على دوري. انا اقول لك هين، انا اقول لك مباراه شفناها امس على مستوى التضامن يفوز عليه غوانفج، ويختلف وضعه عن الانديه اليابانيه. انا بالنسبه لي حضرت دوري ابطال اسيا 2021 مباراتنا مع الهلال. قبل كنا نلعب المباراه راجعين 5، وكنت جاي المباراه هذيك قسم بالله عندي شعور انه 100% مخباي. طيب ابو فرايح حاسم المباراه. ابو فرايح اسمع، يقول لك النصر بعد افتتاح ملعب سمو الامير عبد الله الفيصل لعب 3 مباريات، انتصر على الاتحاد 5-2، وانتصر على احد 5-1، وانتصر على الاهلي 2-1. ان شاء الله تكمل اليوم بالرابعه ونمحط هاليوكوهاما هذا. عرفت؟ بعدين ترى في مشكله بعد، ترى مو بس توقيت المباراه،
بركان منور حبيبي عز. ترى مو بس توقيت المباراة، ترى حتى الحكم، كيف تحط حكم إماراتي وهذه والملعب ونادي يوكوهاما يملكه رجل إماراتي وتابع لشركة إماراتية، عرفت؟ مصيبة صراحة تجيب حكم إماراتي تخليه يحكم هذه المباراة. ما أدري الاتحاد الآسيوي هذا يستهبل ولا يستهبل. ابو خليفه تسمح لي بس بعلق على موضوع. عندك الدور سيلفر، بجيك بعدين عز، تفضل. طيب انا بختصر في موضوع لجنه المسابقات. الان الامين العام للاتحاد السعودي ابراهيم القاسم هو عضو في لجنه المسابقات، يعني الامين العام ما خدم نادي النصر ولا سوى شيء في توقيت المباراه. هذا واحد. اثنين، انت الان لما تجي الاتحاد الاسيوي تبحث عن تسويق مين؟ قنوات رياضيه. طيب انت القنوات الرياضيه اللي تتفرج وتتابع كريستيانو رونالدو على مستوى العالم اكثر من اللي بيتابعون مباراه يعني من اسيا، اكثر من اسيا. مستحيل انه يعني بيكونون اكثر من اللي يتابعونه من جميع الدول الاخرى. هذا واحد. ثلاثه، هل يعقل انت يا اتحاد اسيوي تقيم مباراه في دوله بتوقيت متأخر، يعني 10:30 توقيت متأخر؟ لو كانت المباراة هذه في اليابان أو في كوريا، هل تقام المباراة في اليابان أو كوريا بتوقيتهم المحلي 10:30 في الليل؟ لا يمكن أنها تقام بهذا التوقيت. شوف اللي يملك نادي يوكوهاما مارينوس الياباني هو الشيخ منصور بن زايد. الشيخ منصور بن زايد طيب يقول لك ضمن شركات سيتي جروب. طبعا شركات سيتي جروب المالك لها الشيخ منصور بن زايد. في ناس قاعده تدلس وتكذب تقول لك فيصل بن تركي يملك اسهم بهذا النادي، ووزير خارجيه بدوله اخرى نصراوي يملك هذا النادي، لكن هذه المعلومات خطا. النادي ملك لشركه سيتي جروب، المالك لشركه سيتي جروب الشيخ منصور بن زايد. اليوم لما تجي شركه اماراتيه مالك هذا النادي وتحط لي حكم اماراتي وما تبيني اشكك، لا بشكك. ليش ما اشكك؟ لما تحط لي وقت المباراه 10:30 تقول لي ليه ما اخذت الاول؟ طيب يوكوهاما الاول بالشرق، تلعب علي انت يعني بس الاول بالغرب اللي تعطيه مميزات والاول بالشرق طز فيه. ترى توقيت المباراة الساعة 10:30 بتوقيت اليابان، يعني تقريبا الساعة 3 الفجر أو 4 الفجر، يعني 4 الفجر هناك عندهم. طيب أنا وش دخلني فيهم؟ أنا وش علاقتي؟ وبعدين نفس التوقيت أنت تتكلم عن المباراة، ليش توقيت المباراة يتماشى مع توقيت نهائي كأس الملك ما بين ريال مدريد وبرشلونة؟ وينك الاتحاد الآسيوي؟ أنا ما أتشرح على الاتحاد الآسيوي، ما يبي تسويق للبطولة. المشكلة اسمع، وإن المشكلة بين سبورت برضه نقل كل المباريات يعني. طيب حنا ابطال اسيا انا شرحتي لا بس معليش سيلفر، مالك شرح يا سيلفر، معليش يا اخي. هذه مشكله رجالات نادي النصر واحدهم موجود معنا المساحه، ليش ما طالبوا وتكلموا عنه؟ طيب مو مشكله رجالات نادي النصر، مشكله الامين العام الاتحاد السعودي ابراهيم القاسم عضو لجنه المسابقات. وين دورك يا ابراهيم؟ طيب وليش رجالات النصر ما راحوا لابراهيم القاسم؟ استاذ عز تفضل. استاذ عز ليش ما رحت لابراهيم القاسم وتكلمت معه بقى؟ يا ابو فرح انا مشغول مع عضو الجمعيه دكتور ادريس يسوي مسابقات، ما احنا فاضيين لكم. انا لا يعني صراحه من جدك انا سيلفر اتمنى ما تذكر اسامي يا سيلفر معلش. لا انت ابو خليفه هو المحاسب. ما احنا ما سبينا نتكلم عن ابراهيم القاسم. هو ما سبيناه. طيب يا اخي احنا ما سبيناه. ابراهيم القاسم كان يروح لكوالالمبور ويرجع باليوم 5 مرات يوم الهلال انسحب. ابو خليفه من خاف سلم. انا غير مسؤول. انا ابو فريح المضيف هو المسؤول. انا اتحمل مسؤول. لا ما في مسؤول. ما سبيناه. مالي شغل انا مالي علاقه. لا نواف يخرب بيتكم تخافون من الطواقيم. انا مالي علاقه. انت المسؤول، انت المضيف، انت تسمع. انا ما سمعت وش قال. والله المسؤول عز هو الوحيد اللي يحمل صفه اعتباريه. انا والله بالنسبه لي احترم ابو خليفه. عموما احنا شوف بس سيلفر تسمح لي في كلمه تكفى. اعتذر يا سيلفر. تفضل ابو عبد الله. لحظه. لما يتكلم سيلفر عن الاستاذ ابراهيم القاسم هو ما اتهمه، يقصد انه ليش ما يعني شاف حل المباراه بحكم انه عضو لجنه المسابقات. وللامانه احنا ما نتهم احد ابدا ولا ندخل في ذمته. ابراهيم القاسم له موقف مستغرب مع نادي النصر ايضا، لما الفرق الايرانيه وانه حق مكتسب واصيل لي اني العب على ارضي، ما دعم موقف النصر هذا.
لما كنا متصدرين، بينما في موضوع الهلال كان له رحلات مكوكية، وإحنا ما نتهم أحد، بس هي تساؤلات ونستغرب بعض المواقف، لأن النصر كان حق أصيل له أنه يلعب، وكان يدعم الشيء هذا، أنه المجموعات الأندية الإيرانية لعبت في الرياض أو في السعودية ما شافت أي مشاكل، واستقبال مميز وكل شيء، كان المفروض يدعم موقف النصر. ترك النصر كالعادة وحيدا ولعب خارج أرضه. هي أن نتكلم ونطرح تساؤلات ان شاء الله. إيه لا اي براكان ان ما نتهم ابراهيم ابو عبد الله عشان لا داري مو عشانك، في ناس انا ما سلفر، لا بالعكس، هي علشان مو انت براكان، في ناس نواف رجال وضح شويك نواف. لا نواف مو عشان عز، والله في ناس خارج المساحه يتصيدون والتأديب. لا ابو عبد الله هي عشان الساعه 10 مباراه خلاص 10:30 يا نواف، باقي 9 ساعات الحين. وش ينفع بالكلام؟ لا دقيقة نواف الحين بسألك سؤال يا نواف، ولا قطع الكلاسيكو اليوم مدريد برشلونة الساعة كم؟ 11. طيب يعني اسالك بالله يا اخي، بكل بطولات العالم انت لما تشوف مباراه زي كذا يا اخي المفروض يعني انك تقدم. طيب هذا الكلام مو الان، هذا الكلام قبل كان عشان متابع انت. زي ما المباراه اليوم يعني شوف اذا تكلمنا تبي تغير ما هو متغير. خلاص قد خلاص تسجل موقف ابو خليفه حتى عنك نواف تدري وين المشكله في الشفافيه. يمكن الاتحاد الاسيوي عنده مبرر مقنع، يمكن النصر تكلم معه عن توقيت المباراه. الاتحاد الاسيوي ممكن النصر ابو عبد الله ممكن يخيروا النصر. ابو عبد الله ممكن يخيروا النصر، هو اللي قال ابي 10:30. ما تدري وش اللي صاير. اداره النادي وقف نواف دقيقه. سلفر ترى انا هذا اللي سمعته، ترى قالوا ان اوقات المباراه تعتمد على الادارات، يرسلون خطابات ويردون. ما ندري هل وافقوا ادارات النصر؟ قالوا ما عندك مشكله 10:30. لو ما وافقوا كان صدروا بيان عادي، يصدرون بيان. انا هذا اللي اقوله. سؤال احنا نسولف عن شيء ما ندري عنه، ممكن اداره. طيب يا نواف احنا ما نتكلم الين راعي البشت هو يتكلم اول يا اخوان. يا نواف عموما رب ضاره نافعه. عز يا جماعه. انا يا جماعه خلوني بس اكمل نقطتي عشان بنزل. انا اللي اقوله احنا نطرح تساؤلات. زين، هل توقيت 10:30 لو كان في اليابان، لو كان في كوريا، هل سيقيمها الاتحاد الآسيوي في هذه الدول؟ هذا هو السؤال. لا سلفر دقيقة. خليني أكمل. دقيقة يا أخي والله. سلفر دقيقة. الحين إدارة النصر تكلمت عن التوقيت. لا أنت أمك مشغلنا بالتوقيت الشيبي. وش اللي مشغلنا؟ خلاص رجال يقول راي عادي. مباراة باقي كم ساعة يا سلفر؟ 8 ساعات وتقول لي حتى 10 مع 10. العالم الحين تركز على المباراة يا مصطفى. يدري انها لا تقدم ولا تؤخر. الله يرحم والديكم. انتم معليش، انتم ليش الان لما احنا نطرح شيء وتساؤلات يعني وينك؟ ترى الفترة ما طرحت السؤالات هذه. تكلمنا في فترة سابقة من أول ما تكلمت أنا. اسمعني نواف، تكسير المجاديف هذا ما هو بصح يعني. ادعمني يعني. كلا من عند سلفر جاي يسجنكم يا عيال. هلا سعيد. حنا متوترين من المباراة وانت تقول الساعة 10 والساعة 11. لا نبي مباراة خلاص. ابو فيصل لا بس معليش يا الشقاوي انت تحسب الله يحفظه. الله يحفظه. قولوا ما شاء الله اللي بالمساحة. دقيقة الشقاوي انت تجيب لنا قاعد مسوي معكم وبرازيل بلاد الهلال حضانه. لحظة يعني الحين انت جايب لنا هالمز هذا عشان تاخذ المايك قبل عز وطامر علينا. والله ما لي نية اني اطلع على المايك، لكن يسلم عليكم طول اليوم. قلت الله يسلمه ويحفظك. عليك وعلى السلام. الله يسعد مساكم جميعا، وان شاء الله باذن الله الفوز نصراوي ان شاء الله. الله يسمع منك. ختاما ابو خليفه بختم. انت كلامك ما ختم. لا اقول سلفر تو تقول النواف اخر كلمه وبختم وبنزل وكل هذا ما ختمت. انا قبل اطلع شريك وقال انا ما عندي شيء. لا لحظه ابو خليفه ترى ابو فريح شوف، ترى ممكن اداره النصر هي اللي اختارت التوقيت هذا. ليش؟
لان النصر راح لعب بالشرقيه ورجع ممكن ارتاح. صح لحظه من الرياض راحوا انا اقول لك رب ضارة النافع يا ابو فيصل. اي انا اتوقع ان اداره النصر هي اللي مختاره التوقيت هذا، لان عنده النصر خارج ارضه مباراتين قبل اسيا، واحده بالشرقيه وواحده بالجنوب يا اخي. بعدين في ناس يا ابو فيصل تقول لك نسبه الرطوبه 10.5 اقل من 7.5 يعني. اي نعم يقولون من الساعه 9 يبرد الجو بجده. طيب ما في مشكله. احنا يصير مكيف، يجي مكيف بعدها. احنا في نهايه الامر هذا سؤال نتمنى اللي عنده إجابة من إدارة النصر أو بعض الإعلاميين المقربين من إدارة النصر يعطون الإجابة. هذه نقطة. النقطة الأخيرة بختم فيها، لا يجي بكرة إبراهيم القاسم والاتحاد السعودي يقولون إحنا وقفنا مع ممثل الوطن نادي النصر السعودي. أنتم ما وقفتوا معه، لا لكم مواقف في مباراته ضد إيران مع الفريق الإيراني في فترة سابقة كان يحق لأنه يلعب واضطر أنه يلعب في ملعب محايد بسبب نادي الهلال، والآن مباراة تقام الساعة 10:30 زين بسبب هذا بسبب صوت اخوان بس بسبب التوقيت السيء. يا اخي 10:30 في اداره النصر موافقه يا سيلفر تتعاتب الاداره. اجابه، انا ابي اجابه من اداره النصر ولا احد من المقربين. عطني اجابه بس. والله انت تدور لك عذر من هنا من هنا. ماني بدور عذر انا اتكلم يا اخي. اليوم في مباراه، اتمنى من اللعيبه انهم يركزون ويتركون هالسوالف هذه، توقيت ما توقيت هذا ما يهمني. ابغى المباراه اليوم، ابغى النصر يوصل النهائي ويرفع الكاس. الاعذار ذي الوهميه ذي ما تمشي. الاعذار الوهميه الساعه 10 الساعه 12 بالليل يلعبون 3 الفجر، هذا مو شغلي. انا ابغى المباراه، فز بمباراه اليوم، ما في عذر. لا بس بعد ما ناخذ اخونا عز، بعد مساء الخير على الجميع طبعا. يا رجال عز وش عنده؟ عز وش عنده؟ عضو جمعيه عموميه. انا عندي كلام انا وافق من الجميع. عندي تذكرتين مباراة النصر يوكوهاما اللي بيحضر المباراة. ابو خليفه بعد اذنك عز، بس في والله واحد على الخاص والله تو من شخص ما قصر اسمه راشد الله يسعده. في واحد على الخاص بخليه يتواصل معك يا ابو خليفه اذا هو يسمعني. لان او عاد شخص واحد يبغى تذكره والله يسالني قبل شوي. بعدين ابو ركان، انا عندي لك سؤال ابو ركان. ترى في واحد يمشي من مساحته شغلني يقول لك انت مسيء لجماهير النصر. وش اللي سالته الجمهور النصر؟ منو؟ ما ادري. يقول هذا مسيء. صح ذكرته، حتى انتم قلتوا ابو ركان ما يسيء. قال لنا من هو؟ نسيت اسمه والله، كان معنا على المايك. نجم موجود. نجم موجود. تعال يا نجم، تعال نجم. ابو خليفه خلينا بنقول. لا تجيبه. تفضل. والله يا اخي نواف تكفى الله يرحمه جدك. شوف يقول لا تحط عز شريك مبلكني يا ولد. انا وش اسوي؟ داخل يا اخي نواف، انا ما ابلك كل واحد اللي غلط علي يا اخي. طبعا المساله بسيطه عادي جدا. لا تغلط انا قلت شوف قلت مستحيل واحد يبلك عبث. ما في شيء اسمه تبريك عبث. اكيد انك غلطان عليه، ما يبلك كذا. طيب هذا باختصار مفيد يعني. انا خلاص واحد مبلك اروح اطارد وراه خلاص شكر الله مبلكني عادي يعني. وش لكن شوف انا الواحد يرسل لي يقول ابي تذاكر. يا حبيبي انا ما سريت عمري بين اول ابو خليفه ما دام موضوع تذاكر والله شوف يا ابو خليفه، ولو تبغاني بدفع حقها، بس في شخصين ترى بيرسلون لك، واحد الخويه وواحد، وبدفعها اذا هي ذا انا ادفع حقها ترى عادي. الله يبيض وجهك ابو ابو خليفه. شوف ابو عبد الله، ابو خليفه ما يسمعنا. انا ابو عبد الله. في شخصين والله، في ناس جوك بالخاص. الحين انت قلت لي واحد، الحين دخلوا عليه 3 بس. عبد الرحمن موسى. عبد الرحمن اسمع لحظه. ارسل لي خليهم يرسلون ايميلاتهم وارسلها لي. عبد الرحمن موسى انت تقصد اللي اسمه عبد الله اللي حاط صورة محرز؟ ايوه هذا ارسل لي. لحظه والله انا ترى ما ركز في الصور. حاط صوره محرز. اي هذا والله يبي. وترى في حبيبنا شافي سبيع يقول عندي تذاكر بسيطه بعد. هذا ياخذها من شافي، هذا ياخذها من شافي وبعطينا اللي يقول. ابو خليفه في واحد اسمه ابو عبد المحسن. طيب في تذاكر من شافي جت بتجي الحين بعلمكم كم، وفي 2 من حبيبنا اللي تو يا ولد عام ترسل لي يبغون تذاكر ابو خليفه والله كثرهم ما شاء الله. يلا شافي ارسلهن بعلمكم كم الحين وبرسلهن لكم. بس ما قلنا تذاكر خلصت. ابو عبد الله الرحمن موسى خذ ايميلين الشخص اللي انت قلت ارسلهم لي تكفى. الحين برسل لك ايميل واحد، الثاني ابي يرد علي.
عرفت؟ لانه والله احنا تذاكر كلميني من قبل. طيب هذا الحين برسل له تذكره من قبل شوي. هذا الحين برسل له تذكره يا ابو عبد الله. بشر اللي ارسلت لي انا عندي ثنتين، برسل له واحده والثانيه لابو عبد المحسن. اذا بيسمعنا ابو عبد خلوا المحسن هذا اذا موجود خلوه يستقبل يا ابو عبد الله اذا يسمع. الله يبيض وجهكم. الله يعطيك ابشر ابو عبد الله سم تكفى. شوف الحين خليه يستقبل. ها ابشر الحين. الله يبيض وجهكم. معليش ابو راكان قاطعناكم. لا جمعيه عموميه وكذا بالعكس اعضاء الجمعيه العموميه لهم قواعد ويحترمون. يا الربع ما عندي تذاكر اللي ترسلون، والله ما عندي تذاكر. يا ما نواف في تذاكر. انا من يوم ابو فريح ترك مساحات الحمى الضب وحنا رايحين فيها، خليه يروح يفتح على مساحه يتوكل على الله. خلينا نتكلم في النصر يا اخي. ليه؟ خليه يستقبل يا عبد الرحمن. ارسل يعني انا حاسس اليوم لو دوران ضيع فرصه اول من يغرد عنها الشريك اللي جنبك يا نواف. حدش يا اخوان حد يشخصن. عندهم لعيبه اليوم. اذا غرد عنا بلكو هذا متهلهل. انا فضيل له. فنواف شوف يوكوهاما طلع خسران من الفريق اللي امس 7. حلو. شاف اسبوع يرسل صفتين يا عيال بعد هذول. الرجال يتكلم يا ابو خليفه. الرجال يتكلم بس محمد يا اخوان نبي التذاكر يروح الشادي ولا يروح ابو خليفه. الله اول شيء الله يحفظ السعيد ويخليه لكم يا ابو سعيد، ومنور طال عمرك. هذا اول شيء. اليوم انه يعني وانا هذا المتوقع باذن الله. انا 80% متاهلين اليوم، متاهلين ان شاء الله. يعني نشوف خصمك قادم منه السد، خل عينك على السد. حلو السد انا اتوقع انه بيتجاوز الفريق ذاك بالراحه. لكن انا مبسوط ان الهلال فاز امس. ليه؟ عشان يطلع من الاهلي. انا هذا اللي بيه تكون الغبنه غبنتين. واذا انهزم الاهلي والعب ضد الاهلي وافوز على الاهلي. ابو بركان بس المريض اللي جنبنا المضيف يبي الاهلي يطلع مو صح. لا اقول اذا انهزم الاهلي اليوم وش بتسوي؟ اذا انهزم الاهلي يا ولد الاهلي لازم يتاهل باي طريقه. لازم يتاهل. الحين خصم الاهلي منهم مو فريق تايواني مدري تايلندي يا هذول ما يعرفون يلعبون كوره من جدك. انت مدري شلون وصلوا بيطلعون اليوم. لا هو يبغى التايلندي يقابل الهلال. صاحي انت ابو خليفه. خلى الاهلي والله منتي يا ولد. اذا التايلندي تاهل يا رجل الهلال بياكل اكل وبيروح النهائي. احنا ما نبي كذا. بيروح النهائي مرتاح. بيروح مرتاح. لا انت الحين خل عينك على يوكوهاما. حاول يعني قلت وانا اتمنى بيولي ما يحوقها كالعاده عشان ما نشخصن مع صدق. والله انا ما اجلس بالنادي وش صبرنا